السلام عليكم احبتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم فيه هذا الخير. هذا طبق مغربي اصيل، شي حاجه ديال تحميره الوجه وديال النهار الكبير، اللي هي رز القاضي او الرزيزه بالحمام. كتجي غزاله. الاكثريه ديال الناس كيصوبوها بالدجاج، ولكن بالحمام كتجي لذيذه احسن، لان الحمام كيعطي واحد المريقه كتكون بنينه، وبالاخص في فصل الشتاء المرقه ديالو كتكون سخونه. هو اصلا اللحم ديالو معروف على الحمام وكيتستعمل في فصل الشتاء بزاف لانه سخون. طبق اللي هو غزال رائع، والتزيين كيف ما كتشوفوا. هنا عندنا التمر معمره بالعقده ديال اللوز، الصفرجل المعسل اللي سبق لي تقاسمت معكم الطريقه، راه سبق لي تقاسمتها معكم، والفريخات ديال الحمام طيبين، شي حاجه اروع من الروعه. رزة القاضي على حقها وطريقها، ما شهيتكم فيها. الا كانت شي وحده كتوحم تسمح لي، حقكم في الجنه. احبتي في الله، ما تنساونيش من داك البصمه، الله يسهل عليكم. نتمنى اللي شاف الفيديو يدير لايك، واللي قد يدير مشاهده كامله فضلا وليس امرا، الله يجازيه بكل خير. ودابا غادي نقول لكم مرحبا بكم عندي باش نتقاسموا اولا باش نحضروا مع بعض هذا الخير هذا. بسم الله على بركة الله. فأول حاجة غادي نبدا منها هي غادي نشرمل الفريخات ديال الحمام، وغادي نبيتهم في العطرية ديالهم في الثلاجة حتى الغدا إن شاء الله. عاد غادي نخدموا بهم باش كيجيو لذاذ وكيتشربوا العطرية ديالهم. إلا كان معنا الوقت، إلا كان معنا الوقت، سواء الفريخات ديال الحمام، سواء السمان، سواء الدجاج، كنبيتوه في العطريه ديالو في الثلاجه، بشرط ما كنديروش فيه البصله، ما كتكونش فيه البصله. عندي انا هنايا الفريخات ديال الحمام، غير فريخات هادو غسلتهم مزيان ورقتهم في شويه ديال الحامض حيت كتكون فيهم واحد الزفره. خصهم يتغسلوا مزيان مزيان. انا نقيتهم هنا في الدار، الصراحه عذبوني بزاف. انتما اعطيهم لعند الناس اللي كيبيعوا الدجاج ينقيوهم ليكم، بعدا واخا كنعاودوا لهم داك الساعه في الدار كيجيونا شي شويه ساهلين. انا جبتهم ذبحتهم في الدار ونقيتهم في الدار، والله الا عذبوني. ما علينا، غادي نخلي هاد الحمام جانبا. عندي هنا واحد تقريبا معلقه صغيره ديال السمن، غندير فوق منه شويه نتاع الماء سخون، غير شويه نتاع الماء باش يذوب ليا هذاك السمن. صافي السمن ها هو داب. غادي نضيف عندي هنايا كاس ديال الماء، درت فيه الزعفران، كنديروا الماء حتى كيغلي مزيان وكنديروا فيه الزعفران. غنشلي له واحد القطيره تاع الماء، غادي ندير العطريه، غندير معلقه كبيره ديال السكينجبير. البزار ما كنكثروش، كنديروا غير شويه نتاع البزار، معلقه كبيره نتاع الخرقوم. الملحه كنديروا غير القياس، لان الفريخات ديال الحمام راني غسلتهم بالملحه. غندير واحد المعلقه صغيره ديال القزبور يابس، صافي. وكناخذ هكا الفريخات ديال الحمام كندخلهم العطريه من الداخل هكا،
غير تشريوهم. خصكم تاخذوا غير الفريخات، الا كانوا الحمام عاقدين راه ما كيبغيوش يطيبوا. ضروري خصكم تختاروا غير الفريخات، وهما اللي كتكون فيهم اللحيمه، كتكون عندهم اللحيمه هنا في الصدر. صافي هنايا بعد ما ساليت التشرميل اولا الشرموله ديال الفريخات ديال الحمام، غادي نغطيهم وغادي نخليهم في الثلاجه ليله كامله حتى الصباح ان شاء الله، وعاد غادي نكملوا بهم التحضير. صباح الخير. بعد ما بيتنا الفرخات ديال الحمام ليله كامله في العطريه ديالهم في الثلاجه، فدابا غادي نردوهم يطيبوا. غادي ندير عندي هنايا السمن. هذا السمن الحار اللي درنا في الاول، غير السمن المذوب، هذا لا، هذا السمن الحار. عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، عندي كاس ديال زيت الزيتون، عندي هنايا بصيله كبيره مشلضه رقيقه، نديرو بصله كبيره اولا 2 بصيلات صغار بحال بحال. غادي نخلي هاد الزبيده تذوب. عندي شويه ديال المسكه الحره غادي نديرها، غادي نضيف الفريخات ديال الحمام، غادي نخليهم يتشحروا غير مع هاد السمان والبصله المسكه الحره والبصيله. هما كيتشحروا وحنا كنقلبوهم على جميع الجوانب. هنا بعد ما تقلاو ليا الفريخات ديال الحمام، كنضيف عليهم العطريه ديالهم. غادي ناخذ واحد الكاس ديال الماء، غادي نضيفو لها العطريه، وغادي نضيف الكاس الثاني ديال الماء، غادي نضيف الكاس الثالث ديال الماء، غندير عويدات ديال القرفه، صافي. وغادي نغطي عليهم وغادي نخليهم يطيبوا على جمعه، غير على المهل. مره كنقلبوهم، لان الفريخات ديال الحمام راه ما كيطيبوش كلهم دقه واحده. كاين اللي كيطيب دغيا، كاين اللي كيبقى متاخر شويه. المهم نردوا عليهم البال باش ما يفوتش فيهم الطياب. الفريخات ديال الحمام صافي ها هما طابوا. كما قلت لكم راه ما كيطيبوش كلهم دفعه واحده، كيطيبوا كنبقاو نحيدوا واحد بواحد. اللي طاب كنحيدوه. صافي بقاو ليا هادو راهم طايبين، كلهم طايبين. غادي نحيدهم.
غادي نحيد هاد العويدات نتاع القرفه اللي درت في الاول. هنا دابا غادي نضيف البصله. عندي هنايا بصله كبيره قطعتها غير هكا شنانف، غادي نضيفها لعند المرقه او لعند المرق، وغادي نضيف الماء سخون. كنضيفوا المرق الكافي اللي غادي يكفينا. بالنسبه لعند المرق كنديروا المرق اللي غادي يكفينا على حسب الكميه ديال الرزيزه اللي عندنا. انا بالنسبه لي هذا المرق راه غادي يكفيني. دابا غادي نضيف واحد شويه نتاع سكينجبير، لان الحمام راه تشرب العطريه، يعني كتبقى ناقصه شويه العطريه. غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه. صافي هذا الشيء هو اللي غادي نزيد، وغادي نغطي الطنجره وغادي نخليه حتى طيب لينا داك البصيله وتختار شويه المريقه. الفريخات ديال الحمام طابون، المريقه طابات. شنو باقي لينا دابا؟ وهي باقي لينا التزيين، ونردو الرزيزه تبخر. كما كتشوفوا الرزيزه هي هذه غزاله ما شاء الله. انا ما صوبتهاش في الدار، كومونديت عليها. الا بغيتو نتقاسمها معكم نصوبوها نديروا لها فيديو ديالها بوحدها. غزاله تبارك الله. هانتوما الناس ديال فاس الا بغيتوها، اللي بغاها يتواصل معايا نعطيكم النمره ديال التليفون ديال السيده اللي كتصوبها. دابا غادي ناخذوا الرزيزه نردوها تفور. غادي نقسمها على جوج اولا على ثلاثه، لان ما خصناش نديرو بزاف، وحده فوق وحده كتعجن. صافي بركه غادي نبخر اولا غادي نفور غير هاد الكميه هادي. غادي نبخرها. ملي تبخر غادي نحيدها نحطها في شي صحن، في شي طبسيل، ونغطيها بواحد المنديل باش تبقى سخونه، ونعاود ندير الكميه الاخرى حتى نبخرها كامله. الاشياء اللي غادي نحتاج لعند التزيين، فعندي هنايا التمر، كميه ديال التمر مسحته بماء زهر وحيدت ليه العظم. عندي العقده نتاع اللوز. العقده نتاع اللوز عندي مطحونه بالسكر وفيها ماء زهر، غادي نضيف ليها شويه نتاع الزبده. عندي هنايا شويه ديال البيستاش، يعني اختياري هذا الشيء هذا، تزيين اختياري، كل واحد يدير اللي بغا ويدير اللي متوفر عليه. عندي هنايا البيض ديال السمان، عندي شويه نتاع اللوز مقلي، وعندي السفرجل معسل. حتى هو راه كنزينوا به الاطباق، راه كانوا الناس شحال هذه كيزينوا به الاطباق. السفرجل معسل الطريقه اللي سبق لي تقاسمت معكم هو هذا. انا راه كنصاوبو تبارك الله، كيتكل عندي في الدار كيجي زوين. هادو هما الاشياء اللي غادي نحتاجو في التزيين. غادي ناخذ هاد العقده ديال اللوز، غادي نضيف ليها هاد شويه نتاع الزبده، غادي ندخل فيها هاد الزبده. صافي وغادي نشكلها هكا حريبلات صغار، الحجم اللي غادي يدخل ليه في الحبه ديال التمر. كبيره شويه، غادي نقص شويه على هذا الشكل. غادي ناخذ البيستاش وغادي ندوزها في البيستاش.
ونديرها وسط التمر. على هذا الشكل هذا. وهنا صافي دابا وصلنا لعند الشكل النهائي. هذه الرزيزه بعد ما فورتها اولا رزت القاضي. شحال هذه كنا كنقولوا ليها رزت القاضي، دابا ولا كلشي كيقول لها الرزيزه. بعد ما فورتها درتها هنايا تبارك الله غزاله. هانتوما غزاله، خاصنا نسقيوها اولا نرويوها بالمرق ديالها وهي تكون مازال سخونه. المرق هانتوما شوفوا تبارك الله المريقه خاتره. بسم الله بسم الله. بطبيعه الحال ما كنسقيوهاش بزاف، يعني غير شويه، كنديروا المريقه في زليفات وكنحطوها في الطبله. كنستف الفريخات ديال الحمام نقلبها هكا حسن. الحمام كنديرهم على حساب الاشخاص اللي غادي ياكلوا من هذا الطبق هذا، لان كل شخص كياخذ فريخ. ما يمكنش غادي جوج الناس ولا يقسموا واحد، هما اصلا راهم صغيورين. غندير شويه ديال اللوز هنا هكا في هاد الخوا، غير في الجنيبات هنا. غادي ناخذ البيض ديال السمان. صافي وكنحط معايا الطبق اولا طوسيل اللي درنا فيه السفرج المعسل، التمر اللي معمره بالعقده ديال اللوز، ودرنا ليها هكذا زيناها بالبيستاش. وهذا هو الشكل النهائي ديال رزيزه اولا ديال رز القاضي بالحمام. جا تبارك الله طبق جا رائع وجا زوين بزاف كما كيبان لكم.
طبق هماوي ديال التكبيره وديال النهر الكبير وديال الضياف العزاز، شي حاجه زوينه بزاف. احبتي في الله، نتمنى الفيديو ديال اليوم يروقكم. انا شفت معكم هذا الطبق، انه الصراحه هذو الاطباق المغربيه الاصيله ما نقدروش نستغناو عليها وما خصناش نستغناو عليها. لهذا انا تقاسمت معكم، انا وجدت لضيافي وتقاسمت معكم في نفس الوقت. ما تنسونيش احبتي في الله من القيمه وكذلك من البارطاج، واللي ما مشترك في القناه يشترك في القناه باش توصلوا بكل جديد. وكنعاود نقول لكم شكرا لكم بزاف على لي كومونتير الرائعه وعلى الطيب اللي كتقولوا في حقي. الله يجازيكم بكل خير. وحتى لهنا غادي نقول لكم خليتكم في امان الله وحده، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.